السلام عليكم أحبابي في الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة وصفتنا المجرود الليبي. المجرود الليبي أكلة شعبية من الحلويات الزمنية، يعني ما في كل مناسبة موجودة، في الأعراس، في كل مناسبة موجودة. هنا احنا دلوقتي أول حاجة لازم نجهزها، يعني العسل بتاعها احنا حاطين 4 كوبايات سكر، بنفس الكوباية 4 كوبايات مية، وهندوب السكر وهنحطه على النار. أول ما يغلي أول غلوة هنعصر عليهم الليم. طبعا الليم ما جاتش في الصورة، بس تعصر عليها الليم، ليمة كاملة تعصر عليها أول ما يبتدي في الغليان. 4 كوبايات سكر عليهم 4 كوبايات مية. هنبتدي ندوب السكر وهولع عليه النار. خلاص هيك. هذا برضك صمادينا ناعمة، اللي هي نقول عليها في مصر ايه، صومولينا ناعمة، احنا نقول عليها صمادينا ناعمة. انا حطيت الكيس اللي انا جبتها يا كيلو، هي الوردة اسمها. طلعت 6 أكواب من أكواب المعيارية هذه، 6 أكواب. حطيت عليهم كوبايتين دي بنفس الأكواب المعيارية، يعني على 3 أكواب كوب دي. فأنا كمني طلعولي 6 أكياس، 6 كوبايات من دول. حطيت عليهم كوبايتين دي، وحط عليهم بيكنج باودر، خميرة حلو، خميرة حلويات يعني. هذا السادس خلاص تحط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا هحط دي وهحط عليهم بيكنج باودر واخلطهم مع بعض. يا رب بس تكون الطريقة صح. آه كل مرة بغير في طريقتي، بس الحمد لله، يعني اللهم صل على النبي، طلع يذوب في الفم. طعمه مش عادي. طبعا مش هاجي زي صحاب الحلويات ذات نفسهم الليبيين، الله يبارك، عندهم أكلات متنوعة من كل حاجة، الله الوكيل، يعني أكلهم مميز في كل حاجة معناها، في أعراسهم، في أكلهم، في كل حاجة. فربي يزيدهم خير ونعمة إن شاء الله يا ربي، ودم ليبيا بخير يا ربي، يبعد عنها كل شر. هنا البيكنج باودر حطيناه. نقلب. هنا 3 كوبايات صمادينة يتحط عليهم كوباية دقيق، معناها يتحط عليهم كوب زيت. واللي مش عايز يحط زيت، أنا المتوفر بس كان زيت عندي، تقدري تحطوا الكوب نصه سمن ونصه زيت، أو ممكن تستعملي زيت الزيتون بدل الزيت عادي. لا، بدل الزيت هذا لا، زيت الزيتون، أو نص سمن أو ونصه زيت زيتون، فالمتوفر عندك عادي يعني، كله ماشي. أنا تعليم إيديهم طبعا، ربي يحفظهم إن شاء الله ويبارك فيهم.
هنا البت لازم العجينة كلها تخش فيها الزيت. هنا لما اجي اشد الكورة هيك واكورها زي ما اتعلمت منهم هتلاقيها اتشققت شوية، فزودتها بعد ما حطيت كوبايتين زيت، لا زودتها نص كوب كمان، يعني اخدت مني كوبين ونص في زيت. وخليتها لتاني يوم، يعني انا لما كنت ندير في هادي درتها في الليل. تاني يوم لما الدنيا نطرت علينا كان امس كانت امطار الله يبارك، وانا في الكوجينة والكوشة شغالة وريحة الخبيز الله يبارك. فربي ينعم علينا كلنا بالخير والبركة ان شاء الله يا رب، ويعمر بيوتنا بالخير ويهدينا اولادنا. هنا هاي الكرة اتشققت، فهنحط نص طاسة زيت. نص طاسة هنخلطها بقى، وشوف الكرة لما تتلم هتبقى مفيش شقيق خالص. خلاص بعد ما عملت هيك غطيتها لتاني يوم زي ما قلت لكم، وندير فيها والامطار برا الله يبارك. عاوزين نقول برضك هنا نفكر اخواتنا الفلسطينيين، ربي ينصرهم ويكتب لهم النصر ان شاء الله يا رب في الوقت القريب ان شاء الله، ويرحم شهدائهم ويرحم شهداء درنا يا رب العالمين، وشهداء ليبيا كلهم يا رب العالمين، ويبعد عنهم كل شر ان شاء الله. هنا الكرة اتكورت خلاص. هذا خلاص ضغطت عليها كده، هسويها وغطي عليها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واللي يشوف الفيديو يشترك في القناة ويفعل الجرس، وما تنسوش اللايك وكلمة حلوة. آه اي حاجة، تسلم ايديكم في كل حاجة يعني لبكرة يعني الاشارات خدت بالكم من الحركة دي؟ خلاص كده غطيت عليها. القالب ده جايباه جديد، واول مرة استعمل القالب. كنت ديما ننجش فيه بالمنجاش الحديد اللي هو بتاع الكحك، فقلت نجرب القالب اوكي. فالصراحة شفت كام فيديو القالب ما ينزلش معناها التشكيل بتاعه يلزق معناها جواه وكده. فشندرت برضك اللقطة هذه شفتها برضك من فيديو، ما جبتهاش من راسي الصراحة. دهنت زيت وحطيتها في القالب، لما تشكلت نزلت معي على طول. ده جنجلان او السمسم، فبحمصه اديله اللون الذهبي وطلع منه الرطوبة. اول ما يطلع لون ذهبي انا الحاجات دي كنت بوطيها مع في التبييتة معناها بتاعت المجرود. وطيت عشان لما اقوم تاني يوم يبقى كل حاجتي جاهزة. وطيت العسل، وطيت الجنجلان، لكن المية والعطر والحاجات هذه وال... والعجوة هوتيها معاكم في نفس الوقت. هنا خلاص اتحمص بوريكم.
فضيتها. خلاص اوكي. هنا بقى هنعمل ايه؟ العجوة برضك اخدت طريقة سورية صراحة العجوة. كم مرة كنت ما اعمل العجوة كانت تطلع لي يابسة من جوه وتفرط بعيد عن المجرود. لكن لما جربت الطريقة هذه انا حطيت القرفة، حطيت زيت من اللي مش متوفر عندي، سمنة برضك. حطيت الجنجلان، حطيت 3 معالق العسل اللي احنا درناه بتاع المجرود، درته في قلب العجوة وفرمتهم مع بعض. طلعت لي ناعمة وتبارك الرحمن وسهلة في تشكيلها. وحتى لما حطيتها وطيبتها وحطيتها في العسل طلع لي الاتنين دايبين مع بعض، معناها سوا، معناها العجوة مع المجرود متخلطين متجانسين مع بعض، الله يبارك، دايبين في الفمك. هني هذه المية وحطيت عليها العطر. في ناس يحط عطر صافي، في اللي يعجن بالمية. أنا نحب نخلط المية مع العطر. خلاص كده وطيتها. نجيب القصعة بتاعتي هذه، خلاص هذه يعتبر تاني يوم خلاص. وندير بيه فرحانة بالأمطار، يجعلها يا رب زي ما غسلت شوارعنا تغسل قلوب كل مسلم إن شاء الله يا رب من الهم والحزن. هنا ما نعجنهاش مرة واحدة، لا ناخد على قد التشكيلة اللي نخدم فيها، نعجن فيها. ما نعجنهاش كلها مرة واحدة عشان تعرفوا الصمادينة تشرب مية. ناخد على قد التشكيلة بس اللي أنا ندير فيها ونعجن فيها. هذه بروحها أخدت على قد الكمشة اللي أنا نعجنها ونحط عليها المية بالعطر. هذه الكمية هذه طلعت لي الصواني بتاع الكوشة، طلعت لي صينيتين بتاعت الكوشة اللي هي الكبيرة، طلعت لي كمية الله يبارك يعني. نخلط نخلط نخلط، كل ما نخلط صمادينا تشرب المية. بس هيك ناخد نصها برضه، لأن القالب بتاعي صغير مش كبير. لو في تعديل من اخواتنا الليبيين عادي يعدلولي. نحب النصيحة، نحب نعرف الوصفات الصح، فعادي ما نزعلش من النقد وهيك. خلاص نشكل فيها. أنا فردته. أحط بقى العجوة أو التمر. إن نشكل معاكم ودوشة الصغار فرحانين
يا ربي الحمد لله رب العالمين. تو أول ما درته أنا قلبت عليه على أساس هياخد الشكل، فأنا كنت ما نعرفش. بعد كده لقيت البصمة تبع التشكيلة مش غارزة هلبة، فهمتي؟ أنا المفروض كنت أقسمها بالنص. شوفي شين درت بقى توا لما لقيت الرسمة هافتة، مش بارزة هلبة. هنا هحط القالب، هنا على أساس تشكل يعني، لكن هنا طلعت لي هافتة. شوف هاي طلعت لي هافتة ازاي. أنا بقى درت هيكي وقطعت العجينة من يمة التانية وأقلبها. أنا برضك لسه بحاول. ومش شايلاها حطها على طول، حطها في القالب من جوه واضغط عليها فهتطلع لي بقى المرة دي الله يبارك. فخلاص اعتمدت الطريقة هي اللي أنا نشكلها وبعد كده نحطها جوه القالب من جوه وزي نجيمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنا خلاص شكلت هيك القالب، فأقلبه معاك توا تشوفوا ازاي ينزل بكل سهولة. الله يبارك. الرسمة واضحة. وتوا بقى نقطع على قد ما نبي أنا القطعة. خلاص هناخد وهنحط في الصينية. طلعولي زي ما قلتلكوا صينيتين بتاع الكوشة. كمية الله يبارك. ادي تاني بوريكم نفس الرسمة التانية. بس وفر وقت هلب القارب معناها اللي ينقش وكي. بس النكشة برضك نحسها تبقى بارزة أكتر اللي احنا نديرها بإيدينا. هذا واحد والتاني من كوشة هطلعه توا. هذا طاجين الكوشة الأولاني اللي حطيته هطلعه توا قدامكم هحطه في العسل. طلع من الكوشة. والتاني بقى هحط مكانه على طول. نجيب العسل وهو سخون. نحطه في العسل. بعد كده صفيتها من العسل حطيتها في القصعة لأن عيال الله يبارك ربي يحفظهم مكسرين كل الحوافظ. فدبرت لغاية ما نشتري اليوم حافظة. شوفوا دايب دايب. هذه الكمية كلها. بحبكم في الله.
اللي يشوف الفيديو ويعجبه يشترك في القناة ويفعل الجرس، ما تنسوش اللايك. مع السلامة.